ادمن الصفحه، لو في فرعون مصري صغير زنقك ايام الطفوله في اسانسير قول لنا نجيب لك حقك، مفيهاش حاجه. حبايب قلبي الجزائريين خليكم معايا لاخر الفيديو، اشطب على التوانسه واعمل لكم دوره غسيل لوحدكم. في الفيديو اللي فات قلت من عمي تبون لقصص عيد يا قلبي لا تحزن، واحد متوفي 6 مرات ومعاه بتاع حوالي 7 شهادات وفاه مش راضي يدفن، والتاني فقد الذاكره بقاله 14 سنه. تعالى بقى نمسك ايه عمك قصص عيد الاول. ولا انت كم مره يتوجه لك دعوه لحضور قمه عربيه وما تروحش وتعتذر عشان تقريبا كان عندك جوله في المزرعه السعيده مطلوب منك توزع برسيم على اصحابك؟ طب بلاش. والقمه الوحيده اللي حضرتها كانك ما جيت لما عملوا تصويت على وقف اطلاق النار في غزه. تونس من البلاد اللي امتنعت عن التصويت. يا ترى مين فينا اللي بيخدم على الزرق، احنا ولا انت؟ رساله. هذا اولا. لا هيك كثير يا مصريين، يعني النشطاء الجايين على مصر ليساندوا غزة بتهاجموهم هيك بالطريقة هاي المصريين هيهم هذول يمثلوا انفسهم. جابوا بطاجين جابوهم بالميسر وصوصوهم شوفوا اش يديروا هادو المتعاطف في المحافل وشوفوا هنا الشيوات والهراوات. اخوة جاوا من بلاد اخرى ليتعاطفوا مع فلسطين بتهاجموهم هيك ضيافة اهل مصر. عارف الكلها تمثل جميع اهل مصر مش خرافة، لكن هيك صار فعلا حماية الكيان شيء طبيعي ما نقدرش نخفيه. صار امن الكيان من امانكم اهم شيء. الكمان يؤمن، الامان يؤمن عند الكيان. مش فاهم الذل القومي، مش عارف كيف، مش عارف الذل، كمية الذل والتطبيع والخيانة من وين جايبينها؟ معقول هذول جايين من تونس والمغرب وغيره مشان يناصروا غزة، بدل ما تشرطوهم مي تضربوهم تهجموا عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب موضوع اليوم هو هؤلاء. من هؤلاء؟ هم عبيد عبد الفتاح السيسي. عبيد عبد الفتاح السيسي الذين يتطاولون وتطاولوا علينا. لن أتحدث عن دول أخرى، أنا أتحدث عن بلد الجزائر فقط. كل بلد فيها عندها رجالها اللي يتحدثون. أنا جزائري فسأتحدث عن بلد الجزائر. أمثال تلك التي كانت تتحدث منذ قليل وتهجمت على عبد المجيد تبون وسبت في الجزائريين. أنا واحد من الناس يا خوتي العزاز، أنا موضوع تاع القافلة، أنا لما نقول ما نفتحوا الجبهات يعني مش حنا اللي نطاكيو. هذا لا يعني تماما أنه أي صعلوك من أي دولة أعرابية له الحق في أن يتطاول علينا. أوكي؟ هذا أولا للتوضيح. ودائما اللي يتبنى خطاب العقل هو الأقوى وهو الكبير، ودائما اللي يضبط نفسه ويتحلى بمكارم الأخلاق هو الكبير عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك بمنطق ومبدأ ولغة القوة والضعف. فأنا واحد من الناس كنت أتحدث دائما نقول معليش ما دخلوش، لكن أن يصل الأمر إلى حد السب في الجزائريين ورموز الجزائريين، فهنا وجب أن نضع نقطة ونعود إلى السطر ونرد على من؟ نرد مجددا على عبيد عبد الفتاح السيسي. بداية عبيد عبد الفتاح السيسي الذين يريدون حماية عرشه لا تهمهم مصر ولا كرامة مصر ولا سيادة مصر ولا استقرار مصر. كل ما يهمهم أن يحافظوا على عرش سيدهم عبد الفتاح السيسي، ولا يختلفون في شيء عن عبيد محمد السادس. كلاهما سيان، كلاهما وجهان لعملة واحدة اسمها عملة العبودية والخضوع والركوع لسيدهم، حتى لو كان سيدهم مدمرا لبلدهم وكان أول وأكبر البائعين والخائنين والمنبطحين الراكعين. يقول عبيد عبد الفتاح السيسي
يقولون في روايتهم الساذجة السطحية التافهة، يقولون ويعتبرون بأن القافلة الجزائرية، وأكرر الجزائرية، أنا جزائري وأتحدث فقط عن بلدي الجزائر، ولست مؤجرا أو متواجدا من أجل الدفاع عن أي بلد آخر ما عدا القضية العادلة، القضية الفلسطينية. ونقولها ونعودها لأنه اليوم بين ظفرين بن غفير وزير الأمن القومي في الكيان قال لهم سنحاسب كل من فرح ب لن أذكرها حفاظا على البث الإيرانية. أنا نقول له أنا أكثر الناس سعادة، هذه بين ظفرين. أوكي، أدافع عن بلدي الجزائر، أدافع عن المستضعف الفلسطيني، أوكي، وأتحدث بكل فخر عن من يرفع راية الإسلام اليوم ويذل الكيان. يتحدث عبيد عبد الفتاح السيسي في روايتهم الساذجة التافهة البلهاء، يتحدثون عن ماذا؟ يتحدثون على أنه قافلة الجزائر اللي هي هدفها نصرة القضية، اللي هي هدفها محاولة إيقاظ الضمائر الميتة أو المخدرة، يقولون بأنها تهديد لأمن مصر وتهديد لاستقرار مصر. كيف ذلك؟ يتحدث البعض يقول لك أن الوضع في الشارع يغلي ودخول القافلة راح يعني انفجارها، لأنه سيتلاحمون مع الشعب المصري الذي يعاني ويئن بشكل يومي في معيشته اليومية. فدخول تلك القافلة يعني أنه سيفسح المجال للجماهير المصرية للنزول إلى الشارع وإيصال الرسائل التي يريدون إيصالها. ومن جهة تهديد لأمن مصر يا عيني. لماذا؟ لأنه الكيان سيغضب. طيب إذا الدولة المصرية هشة داخليا وأمنيا وضعيفة سياديا لدرجة أنه إسرائيل بإمكانها أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري وتمنع دخول القافلة، فاسمحوا لي هذه ليست دولة، هذه كشك، هذه ليست دولة. إذا دولتكم هشة داخليا وتخافون القافلة أن تكون القطرة التي تفيض الكأس، يا سيدي طيب حلوا مشاكلكم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية مع المواطن المصري، والوضع منفجر عاجلا أم آجلا. وإذا دولتكم هذه الهشاشة بهذه الضعف، بهذا الضعف، طيب لماذا حلال الفم ومخاطبة من في القافلة ودولهم وشعوبهم بتعالي واحنا أم الدنيا وجدة الدنيا؟ طيب أم الدنيا ما تعيش عن القروض والإعانات. أم الدنيا هي اللي تطبخ وتوكل الآخرين، مش يجوا الناس يعطوها قروض. لو كنتم أم الدنيا لا تستلفوا، لأنه لا توجد أم تستلف من عند أبنائها. إذا أنتم أم الدنيا فبقية دول العالم هي أبناء الدنيا، فلا توجد أم تستلف فلوس من عند أبنائها تأخذ. هذا إذا ما أخذتش عن طيب خاطر تأخذ بالقوة كما تفعل اليوم إيران وتقوم باسترجاع سيادتها. بسيطة، ما فيش أم دنيا تمد يدها. الأم دائما عزيزة، ما يفوق 167 مليار دولار. فلا داعي للعنطزة وأم الدنيا وأبو الدنيا. أوكي، لا داعي. وإذا كانت أم الدنيا فتعرفون أن الأم لازم تخلف. أوكي، وتعرفون طبعا من هو الوالد. الوالد هو الجزائري اللي ما يشحت من حتى حد. مديونيتنا الخارجية وديننا الخارجي صفر مديونية الجزائر. صفر مديونية يعني لينا كل السيادة، اوكي. اما انت غارق 167 مليار دولار. اوكي، كالما العنطزة الكذابة هذه، كالما. هذه نقطة. عندما نتحدث عن
المعونات. فواحد ممن تؤلهونهم في مصر بن زايد، نحن ندعسه. دعنا نشاهد هذه الصورة مثلا. هذا هو من تعبدونه يا عبيد السيسي. هذا هو شاهد السيسي كيف يقف مطأطئ الرأس أمام من؟ أمام بن زايد. وأين؟ على أرض مصر. على النقيض شاهد من يحكم الجزائريين، يا بتوع المدارس، يا معلمين، يا متعلمين، تقراوا أنتم لغة الجسد، تقراوا لغة الجسد. شاهد من يحكم الجزائريين كيف يخاطب إلهك الآخر بن زايد. البادي لانجويج، في البادي لانجويج في لغة الجسد تعرف أنه هذه تدل على التقصير والتقزيم والتحقير. شاهد من يحكم الجزائريين كيف يخاطب سيدك بن زايد. أوكي؟ وشاهد سيدك بن زايد كيف ينحني لسيدك الأساسي اللي من المفروض تعطيه 1000 تحية، سيدك عبد المجيد تبون. شاهدت كيف ينحني. شاف عبد المجيد تبون جالس مسترخي والآخر منحني. يا بتوع المدارس، خلونا اللي يقراوا لغة الجسد يترجموا لكم هذه الإشارات من الرئيس الجزائري للرئيس الإماراتي، ويقولوا لكم كذلك، يحدثكم عن بادي لانجويج لعبد الفتاح السيسي. يا اختي جميلة كميلة كميلة كميلة. شايف الكياتة؟ شايف الكياتة؟ شايف الكيوت؟ شايف الكياتة؟ يغدي شايف الكتكوتة؟ شايف الكتكوتة؟ شايف الكتكوتة؟ يما التلميذ النجيب، إنه تلميذ نجيب. يا إلهي. يا أختي فأظن شفتوا من يحكم الجزائريين كيف يخاطب، ولغة الجسد التي يستخدمها جالسا مسترخيا على كرسيه، وإلهك الآخر بن زايد الذي تعيش من حسناته وصدقاته يقف مطأطئ الرأس كما طأطأ رئيسك رأسه له. فقبل ما تتحدث عن الجزائر فكر وتمعن واقرأ حتى لا نذكرك بمن أنت وبواقعك المرير. هذه نقطة. نقطة أخرى ما يثير استغرابي في عبيد السيسي، ما يثير استغرابي ودهشتي، مثلهم مثل عبيد محمد السادس، نفس الشيء، نفس التفكير. عندما تحدث الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهن ووصف عبد الفتاح السيسي بأنه صوصي أكثر منه، لم نسمع صوتا من أصوات عبيد السيسي، لم يتحدث أحد، لكن ينتظرون أي تحرك جزائري. سيادة، أم الدنيا وأخت الدنيا وهجالة الدنيا ومطلقة الدنيا وأرملة الدنيا وبكائيات واستئساد واستبسال وأعطانا دروس وكذا. لماذا لم تردوا على إيدي كوهين؟ طيب لم ترد. تحدثون أم الدنيا وأم الدنيا وجد الدنيا وبنت خالة الدنيا وكذا، ولماذا عندما ضرب جيش الاحتلال ضرب أولئك الجنود المصريين بقذائف ذبابة وتوفي 3 منهم وجرح الآخرون، لماذا لم ترد مصر؟
ولا بطلت مصر ولا عملت بوز الأم الدنيا وأخت الدنيا وابن الدنيا وهجالة الدنيا وأرملة الدنيا ومطلقة الدنيا؟ ها؟ أم أنه السيادة والشموخ يطلعوا فقط مع الجزائر؟ كيوت مع الصوص تقلبوا كيوت. أين هي السيادة المصرية وانتم قارورة ماء مش قادرين تدخلوها؟ سيادة ماء، قارورة ماء في حدودكم، وإخوانكم في الدين وفي الجيرة وفي العروبة يقصفون ويبادون ويقتلون. أين؟ طيب، عبيد السيسي يتحدثون عن الجزائر اللي هي أشرف منهم وممن دفعوهم للنباح على الجزائر، وتناسوا بأنهم أول المطبعين وبأنهم يستقبلون الإسرائيلي على أرضهم ويبعثون أبناءهم ليكونوا ممثلين لهم في تل أبيب. أما نحن فلا نعترف بأم الكيان، لا نعترف به. من يتحدثون عن الجزائر ناسوا أو تناسوا بأنه نحن دفعنا ما يزيد، هذه فقط منذ بدء طوفان الأقصى، بعيدا عن المعونات وبعيدا عن جمعية البركة وبعيدا عن طاقم الأطباء وبعيدا 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 عن التزاماتنا المالية كذلك مع السلطة الفلسطينية. تنسوا أنه احنا شيك 15 مليون دولار لمنظمة الأونروا. أما هم عبيد السيسي عن طريق شركة العرجاني كانوا يقبضون أموالا من أجل إنقاذ الغزاويين الذين كانوا يفرون من أجل العلاج. كانوا يقبضون أموال. قالها لي كثير من الغزاويين شاركوني البث، قالوا لي إنهم كانوا يقبضون ما بين مبالغ تتراوح ما بين 7000 إلى 12000 دولار مقابل الغزاوي الواحد. وأكد هذا الكلام موقع ميدل إيست آي، قال بالحرف بأن شركة العرجاني بما معدله 2 مليون دولار تجنيها من وراء المتاجرة في الغزاوية. وتتحدثوا عن الجزائر يا عبيد، تتحدثوا عن الجزائر، تتحدثوا عن السيادة. والكارثة وين؟ احنا بعد آلاف الأميال، يعني أمننا القومي ليس مهددا. أما أنت فيقولوها بعظمة لسانهم، يقولوا لك بأن مصر داخلة في مخطط ومشروع إسرائيل الكبرى، يعني بلادك في اللعبة، وتدعي العلم وتدعي الحضارة وتدعي الثقافة وأنت لا تعرف. أنت جاهل أمي تريد القضاء على حماس، يا هبل، تريد القضاء على حماس. لما تطيح حماس وتنتهي المقاومة في غزة وتسقط المقاومة في فلسطين جايينك يا روح ماما، وانت طلاب ما عندكش المال باش تحارب، ما عندكش المال. انت قافلة أرعبتك وصلتك لمرحلة السباب والسب والشتم وكذا وكذا. فقبل ما تتحدث أعرف أنت من وتتحدث عن من. عيب وعار لما تأتي شعوب مغاربية من غير المغرب، لأنه المغرب مطبع متصهي، موريتانيا، الجزائر، تونس، ليبيا، أن تأتي شعوب من بعيد لتؤدي دورك. أنت من المفروض تستحي على نفسك، أنت من المفروض تستقبل هذا الناس وتقول لهم شكرا، كما نقول أنا وأقول أنا، نقول جميعا وأقول أنا شكرا للمقاومة أنها تدافع عني باسم الإسلام، تدافع عني كمسلم، نقول لها شكرا.
أنك تصونين كرامتنا كمسلمين في عهد وعصر الانبطاح. فمن المفروض هذه القافلة تستقبل بالورود وتستقبل بالأحضان، لا بسبنا وسب شعوبنا وسب دولتنا وسب رموز الجزائر. لأنه أنت في القضية الفلسطينية أنت صغير جدا، أنت صغير جدا، أنت صغير جدا في القضية الفلسطينية. ولو كنت مصريا لمزقت جواز السفر على الموقف المصري المخزي مما يحصل في فلسطين. تجي تتحدث أنت عن الجزائر وتسب الجزائريين وأنت تعيش على المعونات والصدقات. أو كل مرة يطلع لكم خليجي يسبكم، لماذا لا تردون على الخليجيين؟ لماذا لا تردون على الخليجيين؟ أما أنتم مثلكم مثل عبيد محمد السادس عندكم نقطة ضعف تجاه العقال والشماغ. وتكفى يا الربع، ارحب ترحيب المطر، يا الغلا، يا الخفوق، الخفوق يا لبيه، تكفى كفوك الطيب، يا هلا بالربع. نقطة ضعف الشماغ ولا إذا كنت عبدا للدولار أو للجنيه أو للاسترليني أو للين أو لليورو، فنحن في الجزائر نعبد الله سبحانه وتعالى وفقط. سواء كدولة ما عندناش 167 مليار دولار اللي عندك، عندنا صفر دين خارجي، أوكي، أو كأفراد. جزائريين جاوكم عن طريق البر، قالوا لكم تحركوا يا باردين القلب. easy and simple، سهلة وبسيطة. فما فيش داعي كل مرة تطلعوا لنا بالعنطزة، واحنا مصر واحنا. وش انت تاخذ فلوس من الغزاوي حتى تدخلوا ارضك يا بارد القلب؟ هذه ام الدنيا، تاخذ فلوس يعطيك قلبك، تاخذ فلوس من الغزاوي عوض انك تستضيفه وتعالجه وتقويه وتعطيه انت فلوس، تاخذ منه فلوس. كما يقولون في الشام يعب الشوم، يعب الشوم، يعب الشوم. وش تتحدث عن سيادة في الجزائر؟ لما يجلدكم الصوصي الإسرائيلي بالصوت لنسمع لكم حسا. تصيروا بنت الدنيا، نغة الدنيا، قطقوطة الدنيا، كتكوتة الدنيا. اوكي، ولا واحد فيكم يجبد النفس. اوكي، ولا واحد فيكم يجبد النفس. اما عندما يتعلق الامر بالجزائر فكلكم فانتم صغار جدا في القضيه الفلسطينيه، صغار جدا. فارجو ان تبلعوا السنتكم، وارجو ان تحترموا من هم اشرف منكم. اوكي، واللي جاوا يرفعوا لكم ويحفظوا لكم ما تبقى من ماء في اوجهكم. وهنا اكرر اتحدث عن عبيد السيسي. اوكي، هذا المكان. فقبل ان تتحدثوا عن الجزائر عارف على من راك تتحدث. اوكي، وانتهى. لانك في وضع مخزي اقتصاديا وسياسيا ومعيشيا ولحبت، وموقفك السياسي من غزة اوف استحي الكل يتحدث عنكم. اوكي، فقبل ان تتحدثوا عن الجزائر تمضمضوا، واكرر ما فيش داعي للعنطزة وام الدنيا وارملة الدنيا. اوكي، لانه اكرر ام الدنيا لا تأخذ المعونات
والقروض. أم الدنيا يا إما تأخذ وهي معززة مكرمة عن طيب خاطر، أوكي، يا إما تأخذ بذراعها، أوكي. فما فيش داعي تشرقوا في فمكم على الجزائر وعلى الجزائريين ودولة الجزائر والشعب الجزائري والمؤسسات الجزائرية والجيش الجزائري والرموز السياسية والعسكرية الجزائرية، أوكي. يبدو أنه ربما البعض فهم، وأكرر لما نقولوا بلغة الحكمة وبلغة الأخلاق ما فيش داعي للاصطدام. البعض يفهمها ربما ضعف وكذا وكذا، فنحن ندعس أي صعلوك تسول له نفسه الحديث عن الجزائر وكل الدولات الأعرابية، مش العربية، الأعرابية. كل قاذوراتكم عنا، كل قاذوراتكم عنا، بس كل قاذوراتكم عنا، قاذوراتكم التاريخية والسياسية والمعيشية، نعرفكم جميعا، أوكي، نعرفكم جميعا. وقسما بالله مش لأني جزائري، والله إنه أشرف دولة عربية هي الجزائر. والله لو تجتمعوا جميعا ما وصلتوا لعشر شرف الجزائر ومواقف الجزائر. لو كنا أوساخا أنجاسا وبعنا القضية الفلسطينية قسما بالله العلي العظيم لكنا قفزنا إلى إلى 7 سماء. صح لا؟ لعنة الله على مصلحة ملوثة بدم الفلسطيني. أوكي؟ وأكرر إذا كان قافلة تزعزع أمنكم واستقراركم وقد تتسبب لكم في أزمة دبلوماسية مع الكيان، فاسمح لي، أنتم لستم دولة من الأساس، أنتم مجرد كشك، يعني ما حصلتوش حتى قبيلة. إذا قافلة سلمية جاية عندها رسالة إنسانية مش حتى سياسية، إنسانية، يا بشر تحركوا، إن الغزاويين يبادوا وتدكدك رؤوسهم كل يوم. بعدها يجي يقول لك لا، إذا أنتم ماتت فيكم النخوة فإحنا مازال فينا النخوة. إذا فقركم ومعاناتكم اليومية مع المعيشة قتلت فيكم الإنسانية، فالإنسانية إحنا في الجزائر ما زالت حية فينا الحمد لله، وما عندناش إحنا البشوية، إحنا ما عندناش البشوية. إحنا رئيس الجزائريين قال لهم ما تقولوليش أصلا فخامة الرئيس، فصاروا الجزائريين يقولوا له عمي تبون. هل أنت عندك الجرأة تقول له عمي عبد الفتاح؟ لا أعتقد. بالتمثيليات هذوك بالسيناريو تصدقوا دامي بالله. إيه كامل، أنا عايز أقول لكم إنه اللي يقرب من مصر هنفخه، ولا إيه يا كامل؟ تمام يا فندم. أيوة يا سيادة الرئيس، إحنا بنحبك يا ريس. قلنا إيه؟ اللي يقرب من مصر هفرتيكوا. أصل مصر دي عاملة زي حتة التورتاية كده، ما ينفعش حد يقرب منها، ولا هي كامل؟ تمام يا فندم، انت صح، سقف ياض منك ليه؟ عايش سيسي عايش. Oh, first of all, I would like to say that welcome to the Egyptian president. أنا عايز أقول الرئيس دونالد ترامب إن أنا مبسوط ومكسوف، بس أنا معروف إن أنا إنسان خجول قاعد هكذا. ليقرب من مصر، مصر دي أم الدنيا، إحنا جدعان قوي، الله فيها معلمين
ويتكى فيه السيد بالميركافا. بوم. الو لك، الو. طيب الجيش المصري يرد. ما نسكنش انا. طيب وزارة الخارجية. ما رئاسة الوزراء. خطيب الرئاسة. طيب ما لا مصر يا عم، انا كده هاوي. وادي غزاوي معك 12,000 دولار هتعدي. يلا ما فيش، ما تعديش. احنا ام الدنيا. ولا احنا ام الدنيا. 15,000 جنيه. دايما نقولوها، صمتنا لا يعني جهلنا بما يدور حولنا، وصمتنا يعبر عن أخلاقنا وعن مبدأنا وسياستنا، بأننا لا نحشر أنفنا فيما لا يخصنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بجزائرنا سندعسكم جميعا ولا يهمني أحد. ومن يريد أن يسلم منا فلا تتحدثوا عنا رجال. نحترم الجميع، قلناها فاحترمونا. لم نطلب الكثير، لم نطالبكم بأن تكونوا رجالا مع الفلسطينيين، لم نطالبكم بأن تكونوا حاسمين في الملف والقضية الفلسطينية، لم نطالبكم بأن تقدموا لهم أموالا. أنتم ربما أمس الحاجة يا عيني، بما أنكم أنتم وصلتوا تاخذوا فلوس من الغزاويين، فيا عيني أكيد أنتم محتاجين أكثر من الغزاويين. لا احنا عاذرينكم في هذه، أنتم معذورون. خوتي لما الغزاوي يكون حاصل فيه اللي حاصل وتروح انت تاخذ منه فلوس باش تدخله ارضك، فاكيد انت محتاج يا عيني. كان الله في العون. صح ولا اني غلطان؟ كان الله في العون. كان الله في عون السيسي وجماعته. اوكي؟ فلذلك قبل ان تتحدثوا عن الجزائر تمضمضوا واحترموا اهاليكم واحترموا دويلاتكم. اوكي؟ لأنه قذوراتكم جميعا نعرفها ونحفظها عن ظهر قلب. وأنا نحكي عن نفسي، أنا أمثل نفسي ولا أمثل أحدا. أنا أمثل نفسي، أنا مجرد مواطن جزائري لا أمثل ولا الدولة الجزائرية ولست منتخبا من الشعب الجزائري لأتحدث باسمي. أنا أتحدث باسمي كأمين مليط. أنا نقول لكم أنا واحد من الناس لا أتحدث عن أي دولة مهما كانت قاذوراتها السياسية أو المعيشية، لا أتحدث. لكن عندما يتعلق الأمر بالجزائر ويزيد الأمر عن حده فلا حرج لي في أن أرد وأخبركم بأني أعلم الكثير، وأظن أني يستحسن أن أتوقف عند هذا القدر وأكتفي به، وأستغفر الله لي ولكم إخوتي وأخواتي. استغفروه تجدوه غفورا رحيما. وطبعا كلامي موجه للإسكلاف دي السيسي. أوكي؟ موجه للقطيع تاع عبد الفتاح السيسي الذين تطاولوا على الجزائر واللي عملوا لنا مسرحيه ودراما وحسونا وكانه داخلين عليهم بشاهد وبخيبر الايرانيه. ونوجه لهم طبعا تحيه في هذا او من هذا المنبر للرجال الحقيقيين، أصحاب الكرامة، أصحاب السيادة. أصحاب السيادة، لأنه مش معقول جيشك يقصف ولا ترد ولا حتى تدين، وبعدين يضحكوا عليك يقولوا لك نعتذر، هي كانت غلطة يخبطك بقذيفة، نخبطك ب20 قذيفة، ولما تعتذر لي تقول لي كنت غلطة نقول لك اسمح لي أنا حسبتك تحكي صح. لكن الرد يكون فوري، التعامل يكون فوري. سيادتي في اللعب، كرامتي في اللعب. فلما تكون من دون سيادة مع الصهيوني بتاعك نحن لا نعترف به. وأكرر، لما تحبوا تردوا، إيدي كوهين قال على رئيسكم، قال إنه صوصي أكثر منه هو، فردوا عليه. أوكي؟ قول هذا القول. استغفر الله لي ولكم، استغفروا تجدوه غفورا رحيما. وعاشت الجزائر، وتحيي الجزائر بلاد الرجال، والجزائر بلاد المواقف السياسية الثابتة. أوكي؟ والجزائر داعمة
بقوة وبشدة لكل المسلمين ولكل أصوات الحق ولكل أصحاب القضايا العادلة، على رأسهم الفلسطيني اللي أكرر وصلت بكم المعاناة إلى أن تأخذوا منهم أموالا نظير استقبالهم على أراضيكم. سأكتفي بهذا القول حتى لا أتعمق وأغوص كثيرا، فأخاف أن ينتهي بي المطاف من دون أكسجين، عالقا في العمق العمق عمق 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 هذا الموضوع. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، ولا عزاء لمن ينبح عليها. هذا ما كان.